ازيكم عاملين ايه؟ من سنة تقريبا كده حصل معايا موقف عايز احكيه لكم عشان تعرفوا ايه التداعيات بتاعة الأعراض اللي هقول عليها دلوقتي، وايه اللي ممكن يحصل، وازاي نقدر نتصرف بسرعة عشان ما يحصلش زي ما حصل مع عم أحمد اللي أنا هقول لكم عليه دلوقتي. دخل لي من سنة تقريبا حد بيقول لي: يا دكتور أنا والدي مرة واحدة لقيناه مش قادر يتكلم، بنكلمه ما بيردش علينا، ولما بيرد وكأن لسانه ملوح مش عارف يتكلم وينطق الحروف كويس. فاحنا افتكرنا ان هو زعلان فقلنا نسيبه يرتاح شوية وبعدين نشوفه ونكلمه تاني. بعد يوم او يومين يا دكتور لقينا ان هو مش قادر يحرك دراعه الشمال ورجله الشمال ومش قادر يمشي، فاحنا عايزين نعرف هنعمل ايه. طبعا الكلام ده كله كلام خطير جدا، والاعراض دي كلها اعراض خطيرة جدا، وما كانش ينفع ان ابنه يستنى فترة يومين لحد ما يبدأ يدرك ان في مشكلة ولابد من علاج. طيب، مبدئيا كده عشان تبقوا عارفين، الاعراض دي في الغالب يا بتبقى أعراض جلطة في المخ يا بتبقى أعراض نزيف في المخ، وده حاجة وده حاجة، والاتنين علاجهم عكس بعض. وركز معايا في الكلمة دي عشان هقولك عليها بعدين، وهقولك النقطة الفيصلية والمحورية اللي كتير من الناس بتعملها غلط وبتؤدي لكوارث. طيب، مبدئيا كده ان موضوع ان اي حد مره واحده فقد القدره على النطق او لسانه اتلوح او مش قادر يتكلم او فقد القدره على التركيز او فقد القدره على تحريك طرف او اكتر من طرف، ده كلها في الغالب عرض مشترك للاتنين: نزيف المخ وجلطه المخ. فاقرب حاجه الناس بتعملها او الكلام اللي منتشر ما بين الناس: الحق اديله 4 اقراص دهون، اقراص علاج للدهون يعني، و4 اقراص اسبرين وان شاء الله هيبقى زي الفل. ودي اكبر مشكله ممكن بتعملوها وبتحصل، وهي دي اللي بتؤدي لكوارث. هتقول لي ليه يا دكتور؟ مش الاسبرين بيزود سيوله الدم ومفيد للجلطات؟ اه صح، كلامك صح. الكلام ده في حاله لو هو لا قدر الله عنده جلطه في القلب، وجلطه في القلب دي اعراضها مختلفه: ضيق في التنفس، عرق ساقع، الم في منطقه الصدر، مش قادر ياخد نفسه او بيتنفس بسرعه. ده كلها ممكن نقول انها بتبقى اعراض في الجلطه. الاسبرين ممكن يكون مفيد في الحاله دي، ولكن مش هنديله اسبرين ونسيبه في البيت. احنا بنديله اسبرين وضروري ننقله على مستشفى، لان الجلطه ممكن تسبب مشاكل في القلب اكتر، وممكن الاسبرين ما يحلوش، او ممكن الجلطه تتحرك تروح لمكان تاني، زي ممكن انها تروح في المخ او تروح في منطقه تانية في الجسم تسبب مشكله تانية اكبر. خلونا نرجع لموضوع جلطه المخ او نزيف المخ. جلطه المخ بتحتاج ادويه مسيله للدم. نزيف المخ بيحتاج علاج عكس الادويه المسيله للدم، حاجه تزود فرص جلطات الدم، مش تكون جلطه، لا تخلي الدم لزوجته اعلى شويه، عكس موضوع ان الاسبرين اللي بيزود لزوجة الدم. فانت لا قدر الله لو الاعراض اللي عنده دي ناتجه عن نزيف في المخ واديته اسبرين، فكده انت بتزود النزيف، وبتودي الدنيا في حتة تانية خالص، وبتدخله في مرحلة خطر، والموضوع ممكن يكون كارثي وقد يؤدي للوفاة. ايه يا دكتور موضوع اقراص الدهون وليه ما تنفعش كاسعافات اولية سريعة لحالة الناس اللي عندها جلطة لا قدر الله؟ بصوا يا جماعة، علاج الدهون بجميع انواعه فكرته بتعتمد على ان هو بيمنع تكوين المزيد من الدهون اللي هي بترسب على شرايين الجسم من الداخل، وبالتالي بكره وبعده على المدى البعيد بتقلل من ضيق الشرايين وبتقلل من فرص حدوث جلطات لا قدر الله. ولكن علاج الدهون ما بيدوبش الدهون اللي موجوده في الدم في الوقت الحالي، وما بيدوبش جلطات. ممكن الكلام ده يحصل ولكن برضو على المدى البعيد. ولكن انا دلوقتي بتكلم على موقف في الوقت الحالي وانا عايز الحق المريض، فمش هروح اديله 4 اقراص دهون واقول لك ان شاء الله هيخف وخليه مرتاح شويه لحد ما الاقراص تشتغل. الكلام ده مش هيحصل، والاقراص مش هتشتغل ومش هتدوب دهون ومش هتدوب جلطه، وبالعكس انت كده هتعتمد عليه، والمريض ممكن لا قدر الله الامور تتطور منه يروح في حته تانيه. فموضوع اقراص الاسبرين مش هتنفع، لان احنا ما نعرفش هو عنده نزيف ولا عنده جلطه لا قدر الله. لو جلطه هتفيده، لو نزيف هتوديه في حته تانيه. طب يا دكتور نتصرف ازاي وايه اللي ممكن نعمله؟ بص، لو انت عارف ان هي دي عنده اعراض جلطه وهو عنده تاريخ مرضي قبل كده باعراض جلطه والاعراض اللي انا قلت لك عليها، اوكي ممكن تديله اسبرين وهتاخده برده المستشفى. لا قدر الله لو حسيت اي حاجه من الاعراض اللي قلت عليها من شويه، بقى موضوع لويه اللسان، موضوع عدم قدره على الحركه طرف او اكتر، عدم القدره على التركيز، عدم القدره على الكلام، نص الوش بيقع والنص التاني سليم، كل الاعراض دي
التصرف فيها كل ثانية بدري بتفرق جدا مع المريض، والتأخير ممكن يخلي المريض لا قدر الله ما يرجعش طبيعي زي الأول. يعني كل ما تلحقه بدري وكل ما توديه المستشفى بدري، كل ما هتلحق تتصرف معاه أسرع ويلحقوا ينقذوه ويمنعوا الحالة من التدهور، وممكن يرجع لطبيعته الأولانية بشكل طبيعي جدا. كل ما بتأخر عليه كل ما الحالة ما بتزداد سوء، زي ما حصل مع عم أحمد. الموضوع الأول بدأ بعدم القدرة على الكلام أو لوية لسان، واتطور بعد كده إن هو بقى مش قادر يتكلم وكمان مش قادر يتحرك. نقطة مهمة تانية يا جماعة عايز أتكلم فيها، اللي بيزود فرص حدوث جلطات سواء في الشتاء او في الصيف. في الشتاء طبعا عشان احنا ما بنشربش ميه بكميات كفايه. الميه هتقول لي علاقتها بالجلطات، هقول لك الميه ده حيوي جدا في تكوين الدم، وقله كميات الميه المستهلكه يوميا بتقلل بشكل مباشر او بتزود بشكل مباشر لزوجة الدم، وتصبح الجلطات او قابليه تكون الجلطات في جسمك اعلى بكتير. طب بالنسبه للصيف يا دكتور احنا بنشرب في الصيف ميه كتير، اوكي، في ناس بتشرب ميه كتير وفي ناس برضو ما بتشربش، وفي ناس بتعرق كتير في الصيف فبتحتاج تستهلك كميات ميه اكتر، ولكن مش هنكتر عن من 2 او 3 لتر في اليوم ل 4 لتر في اليوم بحد اقصى، على حسب برضو حجم جسمك وعلى حسب طبيعه عملك. لان لما الجسم بيعرق كتير الجسم بيفقد سوائل كتير، وده برضو هيأثر على الدم بشكل مباشر وهيرفع من لزوجته وهيزود فرص حدوث جلطات. فمن فضلكم يا جماعه الكلام اللي بقوله ده كلام مهم جدا، ويمكن مش عند كتير من الناس. يمكن انت لو تعرفه غيرك كتير جدا ما يعرفش الكلام ده وما بيعرفش يتصرف ازاي، وبيتوتر وبيرتبك ويقول لك سيبوه يرتاح شويه زي ما حصل مع عم احمد. الكلام ده لازم يبقى بديهيات وتبقى معلومات حاضره مع كل الناس، عشان مجرد ما بيشوفوا الاعراض يلحقوا يتصرفوا بشكل سريع. الكلام ده مهم جدا وضروري جدا كل الناس تعرفه. وفي اخر الفيديو هسيب لكم سؤال من الكلام اللي قلته في الفيديو ونجاوب عليه عشان اشوفكم مركزين ولا لا. ليه الاسبرين ما بينفعش في الحالات اللي زي كده، وامتى بينفع، وايه مشكلة الاسبرين لو اتاخد في حالة حدوث الاعراض دي وطلع ان هو نزيف في المخ. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.